مجاز، عندي جوج اجازات، عندي اجازه في الايراش لي غوسورس هيمان، عندي اجازه في تكنيك دو فونش، هذه كامله من المدرسه العموميه، اجازه عموميه 100%، دمرش عليها باش خديتها، بريباريت في الليالي. وللاسف وزير التربيه والتعليم كيقول لك الا وصلتي 30 عام ما عندكش الحق دوز مباراه، سير تموت. مباريات الجمارك، مباريات المحافظه العقاريه، مباريات الصحه، كاملين داروا لنا 30 سنه. واش اللي وصل 30 سنه ما عندوش الحق يدوز مباراه؟ واش الوزير اللي عنده 60 سنه او لا رئيس الحكومه اللي عنده 70 سنه او لا ما عرفتش شكون هادو اللي شادين البرلمان؟ هذا الصوت ديالي بغيت يوصل لاي مسؤول، اي واحد عنده حقيبه وزاريه، اي واحد في البرلمان، اي واحد في الحكومه. كنقول ليه راه اول مطلب للشباب العاطل هو ازاله التسقيف وازاله الانتقاء في المباريات العموميه. نحن شباب عاطل، نحن شباب مجاز، نحن شباب نريد حقنا في الولوج الى الوظيفه العموميه حتى سن 45 سنه. الشباب ضائع في هذا البلد، اصحاب الشواهد العليا، اصحاب الماستر، اصحاب الدكتوراه، اصحاب الاجازه. الشباب في واحد الوضعيه حرجه. الخرجه الاخيره كيعطيونا كما العاده اعذار واهيه بسبب تسقيف السن. نحن نعلم ان تسقيف السن اتى من جهات عليا، جهات خارجيه كصندوق النقد الدولي لازمه التقاعد. نحن نعرف كامل ازمه صناديق التقاعد، وانا عبد ربي اعرف شكون اللي شفر هذه صناديق التقاعد. نحن نعرف الوزراء السابقين، ونعرف اللي كان عمده في الدار البيضاء. اسباب افلاس صناديق التقاعد لا تخفى على اصحاب الاجازات والناس اللي واعيه. ما بغيناش نقولوا حنا شكون شفر صناديق التقاعد، الحل ماشي غتلقاه فينا حنا اصحاب 30 سنه 31 سنه 32 سنه. نريد حقنا باجتياز مباريات حتى سن 45 سنه. الرسالة الأخيرة الأخ نوش. الرسالة الأخيرة ديالي أول مطلب للشباب العاطل هو إزالة التسقيف وإزالة الانتقاء من المباريات كاملة. كأي مباراة دوزها دابا كتلقى فيها شرط 30 سنة. واش أنا اللي كملت الماستر ديالي خديته على 31 سنة ما ندوزش المباريات ما عنديش الحق؟ شكرا.